الفيديو يا جماعه متوجه للسعوديه والمسؤولين في السعوديه. دلوقتي انا في مطار القاهره قدام الكاونتر، شنطتي وحاجتي وكل حاجه، المفروض ان انا اعمل التذكره بتاعتي واسافر للسعوديه لاني رايح احج ومش قادر اسافر بسبب ان هم منعوني ان انا اطلع على الطياره بسبب منع السلطات السعوديه ان انا اروح السعوديه. طيب ايه السبب؟ مفيش سبب. طب ايه اللي حصل؟ دخلت على الكاونتر عادي باسبور عشان يدوني التذكره واكمل الاجراءات بتاعت المطار عادي جدا. وحرفيا دي اكتر رحله نفسي فيها في حياتي، اكتر رحله بستعد لها واكتر رحله يعني مستنيها بشكل لا تتخيلوه. دخلت هنا بديهم الباسبور علشان يدوني التذكره، ولكن قالوا لي ان انت متسجل على السيستم، تواصل مع جوازات السعوديه. فهنا تواصلوا مع جوازات السعوديه من جوه المطار، هنا تواصلوا مع المكتب بتاع الجوازات في السعوديه، في راكب فلان الفلاني، انتوا السيستم بيطلع كذا كذا كذا، نعمل ايه، نتصرف ازاي، محتاجين ايه؟ قالوا لك لا ما يطلعش الطياره. يعني ايه ما يطلعش الطياره؟ ده مسافر حج وفي الفوج والجروب بتاعه والدنيا بتاعته، تاشيره الحج بتاعته موجوده، تذاكر الطيران، الفندق، البرنامج، كل حاجه. الراجل مسافر يحج، يعني ايه ما يطلعش طياره؟ هو انا رايح سياحه فتقول لي ادخل او ما تدخلش، رحله تتلغى ما تتلغيش عادي؟ رايح اادي فرض ربنا سبحانه وتعالى، رايح احج. ازاي تمنعوني بالسهوله دي؟ فانا دلوقتي محتاج افهم ايه مشكلتكم معايا. انا محمد طاهر، مشكلتكم معايا ايه لدرجه ان انتوا تمنعوني من اداء فرض ربنا سبحانه وتعالى؟ مش هنتكلم عن فلوس الحج ومصاريف الحج، انسى القيمه الماديه، ولكن القيمه المعنويه. رايح احج بيت ربنا سبحانه وتعالى. ازاي تمنعني ان انا ادخل بدون ابداء اسباب؟ همنعك ان انت تدخل بدون ابداء اسباب. لا، انا محتاج اسباب لو سمحتم، علشان لو في مشكله نحل المشكله، لان انا ما عنديش اي علاقه بالسعوديه ولا ليا اي صله بالسعوديه ولا اي حاجه خالص، وبسافر العالم كله، سافرنا العالم كله تقريبا. ايه مشكلتي مع السعوديه او ايه مشكله السعوديه معايا؟ محتاج افهم. شكرا.